السلام عليكم، مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في قناتكم مملكة العرب مع سومي. نتمنى يلقاكم لا فيديو هذا في احسن الاحوال. كما شفتوا معنا درنا بوري كويس فارسي بالروز، ودرنا تيراميسو. روحوا لطريقة التحضير. الان نحضروا الماريناد تاع الدجاج. واش درت هنا؟ ان بات ياغورت ناتور، كركم، فلفل احمر حار، شويه كمون، شويه كرويه، فلفل كحل، شويه كيري دجاج، وشويه عسل كيما راكم تشوفوا معايا هنايا. الملح بطبيعه الحال. وهنا ما عنديش لا موطارد، درت لا مايونيز، يجي رائع بلا مايونيز. عصره تاع قارص. وندير لها ايضا شويه تاع هريسه. ونروح ندير لها توم بودر، ولا ندير لها الثوم هكا، نكرفج لها واحد 3 ريسان، ولا ماشي 3 ريسان، 3 سنينات تاع الثوم. هنا جبت لي كورنيشو، عندي شويه قطعتهم هكا رقاق. وزدت عندي شويه مايس ثاني، زدت درتو معاهم. وخلطت الصلصه ديالي، زدت لها شويه زعتره. تحبوا ديروا نديروا، انا نسيتو هنا. زدت لها شويه زعتره هكا، حليتها ما بين يديا. تحط هذيك الزعترة كيما راكم تشوفوا معايا هنا. ونروحوا الان الدجاج تاعنا. لازم ديسوسيه هكا، من نحيلو هذاك العظم كامل، نحيه بحذر، من نحاولوا ما نقطعوش الدجاج من تحت. بهذه الطريقه نتبع العظم وراهو، ونبدا نحي. نتمنى تكون الطريقه واضحه. نتبع هكا بالموس. انا مع الاخر فقت بلي هذا الموس ماشي ماضي، راهو جيبوا موس ماضي وتبعوا العظم وراه، وبداو نحو فيه هكا من تحت. شغل نجروه هذاك العظم هكا. جاء رائع من اروع ما يكون. ونحو هذوك الخيوط اللي يكونوا هكاك في الدجاج، نسيو نحوهم مالغري سامطين. هنا راني نحي في هذاك العظم اللي في هذاك الكويس. لا كويس، شوفوا كيف راني نحي فيه بهذه الطريقه. ونحاول ما نخليش الدجاج يتقطع من تحت، باسكو علاه رايحه نفرسيه. نحو هذوك الخيوط اللي كيما راكم تشوفوا هكا. فوالا راني نجبد فيهم ونحي. ونشقوا شويه الدجاج تاعنا هكا، يعني باه يسهل عليه الطياب. كي نفرسيه يعني يطيب وتدخل فيه لا ماريناد اللي درناها. وبهذه الطريقه نحيهم كاع هذوك الخيوط اللي يكونوا، ونفتحوه هكا، نشلحوه هكا علاه باه تدخل لا ماريناد، تدخل كاع فيه. مشاهدينا، وصفة رائعة، احتفظوا فيها، لذيذة جدا. خلونا لي كومونتير تاعكم. انا رحت لاكويس دوزيام، شوفوا راني نتبع في العظم هكا بالخطوات. شوفوا كيف يتحل. هنا راني بدلت الموس، هذا الموس ماضي الله يبارك. هيا نبدا نحي بحذر، من نحوش اللحم. نبدا نجر في هذاك العظم من هذاك اللحم ديالو، نحيه بحذر. مشاهدينا، شوية دعم، بارطاجيو لا فيديو ماكسيموم مع احبابكم وصحاباتكم. لنا تعليقات، اعطونا ارائكم في مملكة العرب مع سومي. يعني اعطونا نقائص، اعطونا يعني على ملاح ما جبناها في المستوى، نقصنا حوايج، نبهونا. وليكم حابين نديروها لكم، اكيد نديرها لكم. ندحيها بهذه الطريقة. لما راني مسرعة على فيديو ماكسيموم. وشوفوا طول. عذرا على الصوت، أنا بلا غريب.
ونبدا نشلح فيه هكا كيما راكم تشوفوا معايا هنا. نحي هذوك كش ما قعد لي شويه عظم هكا صغير ولا نسيو نحوه باه من بعد ما يجينينا ما والو في الاكل. بعد ذلك مشاهدينا الكرام انا راح نجيب لهم هكا بابي فيلم لا ساشي ولا، وعندي هنا هذه اليد تاع المهرس اللي مقابلتكم وندكو بها هكا باه يكون رقيق وباه يتبلاطا بيان وباه نقدر نفرسيه. من اروع ما يكون، جربوه ولا غير حاجه هايله. اللي ما يقدرش يفرسي دجاجه، زعما تكون عائله صغيره عنده زوج ولا ثلاثه في الدار، علاه يدير دجاجه كومبلي وتقعد له يبا يدير دو كويس ولا 3 كويس وهو فاريها. شوفوا راني ندك فيه هكا ونخليه ندوك الاول وندوك الدوزيام، ومن بعد نديرلو لا ماريناد هذيك كي نديرها له نطويه ونخليه ونروح لافارس ديالي. نفس الشيء مع الكويس دوزيام، ندكو هكا نرشلو بابي فيلم ندكو عفوا. الان نروح على الرز. هنا هذيك المارينه اللي قعدت لي خلطت بها الرز، درت له الجلبانه وكنت نسيت الكيري تاع الدجاج، عاودت جبته حطيت فيه شويه في الرز وحطيت فيه ايضا شويه في الدجاج. الان نجيبو خيط هذاك تاع الطراح يكون شويه خشين ونديروه هكا على 6، ندير هكا زائد ومن بعد نزيد زائد ومن بعد نزيد في النص ومن بعد كروازي. المهم نديرو على 6 كيما راكم تشوفوا معنا هنا، كل زوج متقابلين نربطهم مع بعضياتهم البعض. هنا قلت لكم الكيري نسيتو، هاني زدت درتو طاه واحد النكهه نكهه رائعه مدهالو. وهنا درت الرز. انا هنا عمرت مالغري قعدوا شويه محلولين، ما تغلقوش كاع، مي الرز على بالكم بلي ما يطيحش، يشد روحه يعني ما يتزربعش، يقعد شاد روحه. جا روعه هذاك الرز اللي داخل، وجا مدوزن يعني دخلته لا مارينات اكثر من الاخر اللي كان في المول. ايا كيف فتحنا الدجاج خلطناهم، جا من اروع ما يكون، من اروع ما يكون. هنا راني نربط كل زوج متقابلين كما راكم تشوفوا معنا هنا، وراني نقص في هذوك الخيوط الزايدين باه ما يجونيونيش لاني درتهم شويه طوال. نعقد هكا بيان راكم تشوفوا هنا ما تغطاش الرز، وهذا ما دار لي يعني حتى ما سبب لي حتى مشكل. وهنا راني حطيتهم في المول. شوفوا المول، تحبوا ديروا شويه زبده، انا نسيت مي حاجه ما لصقت، جا من اروع ما يكون. وهنا نروح الكويس دوزيام نديرلو تاني الكيري كيما اخوه. وهنا نجيب هذاك الخيط نحطو، نزيد ندير هذاك الرز حتى يتعمر ونغلق. والرز قلت لكم ما كاش مشكل الا ما تخبى لكمش ولا ما تغلق لكمش، ما كاش مشكل باسكو الرز يشد روحه، ماشي حاجه تاع اللي تروح لك هكا كي طيبيها تخرج لك من لافاس، ولا الرز يتلايم هكا نعرفوه. من بعد مشاهدينا هنا راني نسقم فيهم، درت له لا ماريناد من فوق. هذيك لا ماريناد جبت لها شويه ماء وحطيته هنا، ونزيد نكمل هذاك الرز اللي بقى لي مع الجلبانه. وعندي واحد الرز شويه فاير، قلت هيا نكملو باه نديروه كطبق رئيسي، يعني دوزيام بلا يعني هكذا. راني نستف هذاك الرز هكا بيديا، وهنا ندخلو في الفور.
جبت بابي كويسون شمختو باه يعني يطاوعني كي نحطو في المول، شمختو هكاك رفستو وشمختو. وهنا طاب الروز على حبة مجمر هايل على حبات كلشي مفور. وهنا راني درت شوية زبدة هكا من فوق كيما راكم تشوفوا معايا هنا، ودخلتهم يتحمروا. جاو واحد البنة ولا غجربوها وما تندموش. شوفوا الشكل تاعهم الان كيفاه جا، رائع رائع. شوفوا كيفاه تحمروا، والرز لي لداخل ما نحكي لكمش كيفاه جابلنا هذا الدجاج. يعني الانسان يغير، ماشي غير دايما دجاج في لاصوص، دايما دجاج محمر هكا، يغير. ما تقدريش تشري دجاجه عندك لي كويس فارسيهم، يعني كاين الحلول. والان هذاك الرز لامارينا اللي طلقها هذاك الدجاج عاود حطيتها في الرز وجا ما شاء الله. الان مشاهدينا نروحوا لتيراميسو، لانيفرسير تاع بنتي درت لها تيراميسو. دائما في رمضان ندير لها تيراميسو، على يعني هادو عامين وهو يجيها في رمضان، يعني افضل الشهور ما شاء الله. ربي يصلحها ويوفقها ان شاء الله لما تحبه وترضاه. درت 3 صفار بيض كما راكم تشوفوا معنا هنا، ومع 4 معالق ولا 5 معالق تاع سكر، ودرتهم فوق ماء سخون. وبديت نحرك فيهم حتى يولي يتغير اللون تاعهم، يولي رايح الابيض كيما شفتوا قبل، ويذوب لي هذاك السكر. ونكون بالتالي عقمت البيض، ما كنتش شربت حاجه، ما كنتش كليت حاجه نيه. هنا جبت الماسكاربون حليته بشويه حليب هكا باسكو جامد، حليته بشويه حليب ودرت له شويه لافاني بطبيعه الحال باه نحو الريحه هذيك تاع البيض، وخلطته هنا مع البيض بعد ما كان بيض برد. شفتوا اللون تاع البيض كيفاه كان صفر وكيفاه ولا كشغل كريمي كي حطيته في باماغي جوغ تعقم. هنا نروح نجيب القشطه اللي هي لاكريم فخاش، تكون بارده، لازم تكون بارده مشاهدينا. طلعتها هكا بالباتور حتى طلعت، حتى تشوفوها دارت المنقار. ما تكتروش تطلعوها بزاف، تدو وقت كبير معها حتى يوصل لكم هذيك الزبده على هذيك القشطه وتفسد لكم، يعني حاضروا. خلط ومن بعد لاكريم فخاش مع هذاك الخليط اللي درتو تاع بياض تاع صفار البيض مع الماسكاربون. وجبت لي بودوار ديالي، حطيت لهم براس تاع قهوه قاطعه الله الله. جات ريحه القهوه كيفاه منكهه ما نحكي لكمش. وراني درت الطبقه الاولى، درت لاكريم، والان نزيد الطبقه الثانيه راني فيها خلصت لي. راني درت شويه من هذه تاع نيسكافي كي خلصت لي عدت غير نطبع. وهنا نزيد نحط الطبقه الثانيه. ان شاء الله يكون الفيديو هذا خفيف ظريف عليكم. ما تنسوناش بلي جموا لي كومونتير احبابنا. وزينته بهذه الطريقه، درتو بلا بوشاد بيبي هكا، قلت باه يعطيني شكل شباب، ودرت له بطبيعه الحال كاكاو وخليته 3 سوايع 4 سوايع في الثلاجه. جا بارد منكه بالقهوه، روعه روعه. اللي بقى هذوك لاكريم اللي بقات درناها هنا في ليفيرين وذقناها. الحمد لله اللي جوزت لانيفرسير تاع خديجه مع ماسير اللي جاتني واحتفلت معايا، شاركتني فرحه بنتي. يعني جات شاركتنا يعني يومين من رمضان، وقالوا لها ربي يخليك، واحتفلت معنا بخديجه 6 سنوات. غنينا لها سنه حلوه يا جميل. اختي قالت لي ما تخرجيش صوتي على بيها، ما بريت لكمش كيف قلنا نغنوا. سمنا هادو